السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة الفول. الفول مش مقتصر بس على سحور رمضان، لا دلوقتي ومؤخرا الفول بقى شوية صغيرين جدا في قلب الكيس بره بمبلغ وقدره، وكمان مش حلو بمعنى مش حلو. طيب احنا النهارده قررنا ان احنا نعمل الفول لسحور رمضان وكمان للاستخدام العادي للفطور والعشاء في قلب البيت. يطلع بصوا بالجمال ده، يعني بصراحة اللي ناقص ان الواحد ياخدها وينزل بيها يبيعها تحت. طب تعالوا اقول لكم كل الحاجات والاسرار اللي تقدري تطلعي بيها الفول جميل كده زي ما احنا شايفين. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف انا عملت ايه. جبت الفول يا جماعة، كل مرة كنت بنقع الفول لا قبلها بليلة، تمام، قبلها بليلة. قررت المرة دي ان منقعش الفول غير 4 أو 6 ساعات بس، علشان اشوف هل القشرة هتفصل ولا لا. تمام، كل مره بتبقى القشره، يعني بيبقى الفول حلو قوي وبتبقى القشره قاسيه سنه لكن ما بتفصلش. في ناس كتير جدا قالت لي القشره بتفصل منهم في الفول، فقلنا نجرب الطريقه ديت النهارده عشان نطلع فول زي بتاع عم مصطفى بتاع العربيه. حطيت الفول في قلب الدماسه بعد نقع 4 أو 6 ساعات. حطيت ليه 3 معالق من الفول المدشوش و4 معالق من العدس الاصفر، كل ده مغسول. تمام، طماطمايه واحده ونص ليمونه. مش هحط جزر ومش هحط حاجه اكتر من كده. ممكن جدا ما احطش الطماطمايه كمان، لانهم بتوع الفول لا بيحطوا طماطم ولا بيحطوا جزر. هحط معلقتين من الكركم. الكركم ده من الحاجات المفيده جدا الصحيه جدا، اللي في نفس الوقت بتديكي اللون اللي بتشوفيه في عربيه الفول، لانه ببساطه هو كنز ومحدش عارف قيمته بس رخيص. تمام، انا حطيت ميه على الفول، غطيته زي ما احنا شايفين كده، وحركت بالسباتولا الفول والعدس وكمان الفول المدشوش. ليه بقى؟ علشان الميه توصل لتحت خالص. تمام، وهبتدي احطه على البوتاجاز. غالبا من الحاجات او الغلوه هوطي عليه زي ما احنا شايفين كده. غالبا الفول من الحاجات اللي بره ما بيحطولهاش اي اضافات غير رز. وطبعا الكركم ده اساسي عشان نفس اللون، لكن لا بيحطوا بقى جزر ولا طماطم ولا ليمون زينا ولا اي حاجه من الحاجات دي. احنا بنحط حاجات تعمل قيمه غذائيه. هما بيحطوا الرز ليه، ومؤخرا دلوقتي ما بقوش يحطوا كمان الرز لانه غلي. تمام، فبيبقى الفول عبارة عن مية، مش اللي هو الصوص التقيل اللي كان بيبقى في الفول زمان. بصوا يا جماعة، كل لما المية بتقل بزود ايه؟ بزود مية مغلية، وبحاول احرك الفول من تحت كويس جدا عشان ما تكتشفيش ان هو لازق معاكي تحت. تمام، وبزود المية المغلية وبرضه غطي عليه واسيبه يستوي بقى. احسن فول تاكليه الفول اللي بيستوي على نار هاديه، ما تستعجليش عليه. وعلى فكره لو ما عندكيش دماس تقدري تشتغلي في الحله عادي جدا، انا دمست الفول في اكتر من مره في الحل. بعد فتره طبعا من تزويد الميه، بصوا شكل الفول عامل ازاي، بصوا اللون ممتاز. القوام بتاعه الفول المدشوش والعدس الاصفر عمل قوام حلو جدا ليه في التسويه، وفي نفس الوقت اداله لون حلو قوي. طب الطبقه السوداء اللي كنت بتلاقيها دي مش موجوده لان احنا استخدمنا الكركم. طيب الفصل بتاع القشره مش موجود لان احنا ما نقعناش الفول فتره طويله، فبالتالي اللي جوه ابتدى ان هو يطرى واللي بره قاسي زي ما هو. طيب هحافظ عليه ازاي؟ مجرد ما يهدى الفول معاكي، بصوا انا سبته لحد ما برد تماما. مش كان بالقصد، لا، كان ورايا كام حاجة تانية خلصتهم، ومع ذلك الفول زي ما هو ما عملش القشرة السوداء اللي الناس بتشتكي منها. وهبتدي بقى أعبي في الأكياس. أنا بعبي على قد الأكل بتاعي، كل واحد يعبي على حسب ال الكمية اللي عايزها علشان خاطر ما تفكيش وتجمدي في الكيس. تمام، بصوا لون الفول جميل جدا ازاي. حاولي بقدر الامكان وانت بتعبي تاخدي من الصوص اللي موجود ده اللي هو الفول المدشوش، لما استوى تقل القوام بتاع الفول تاخديه مع الفول السليم عشان ما يبقاش اكياس فيها فول بس وكياس فيها كده.
وبكل بساطة عملتي فول أنضف وأحلى من اللي بتشتريه بره بكتير جدا، وكمان أرخص وانت الكسبانة. وصفاتنا هتبقى كتير بإذن الله، كلها مفيدة وموفرة وكمان اقتصادية على قناة ميرو في المطبخ. لو بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي مرمر ودي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة إن شاء الله. انا كده حفظته في قلب الاكياس، هحطه في قلب الفريزر واطلع الكيس وقت ما احب استخدمه. اشوفكم بخير، وصفة جديدة، كل سنة وانتم طيبين. وصفة جديدة من وصفاتي ان شاء الله على قناة ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.